لا انترنت بعد اليوم للمخزن المغربي. الآن سوف يتم فشخ اتصالات المغرب مروك تيليكوم. دابا عند راسك رديتي مالك ما رديتيش علاش داكشي اللي قلت ما قديتيش. واش شتي انا راه زوين واش كان فيديو جديد نهار جديد وكلشي جديد. وقبل ما نبدا الفيديو دير معكم داك لايك اللي جديد يتعبر الراشين ويضغط الجرس باش توصلوا كلشي جديد. دوزني الانستغرام كيكون تما في الفيديو نتكلموا على المشكل اللي طاري بين الهاكر الجزائري اسماعيل مان و امين راغب. طلق لي الانترو. مشى خرجوا على الفيديو ديال اسماعيل مان هاكر جزائري قال لك يقطع الانترنت وبالضبط يقطع الانترنت ديال الاتصالات. لا انترنت بعد اليوم للمخزن المغربي. الآن سوف يتم فشخ اتصالات المغرب مروك تيليكوم وبالموقع وكل الشبكات عبر أنظمة البوتنات التي طورتها بنفسي. ومشى جاوبو امين راغب، مشى قال ليه داك السيرفر اللي بيها كي هو ديال الاتصال المغرب راه ديجا طيح ليه سيرفرات شحال هادي. اخونا اللي بغى يقطع علينا الضوء. انت دابا بغيتي دير السيت ديدوس غيطيح قطع علينا الضوء. هاكو عندك هذاك التفكير نقولوا بسيط زوينه هادي، نقولوا غير بسيط اللي عندك هو هذا باش تعرف راسك راه جليجه معلم، راك جليجه. اجي يا خويا ثاني لهنا، انت كيفاش بنادم تيطلع معاك وتتهكي في بلاصتك دي ومشى رد عليه اسماعيل مان، مشى رد على امين راغب. واشنو قال ليه؟ حفرة رغب أمين، هذاك التشاش على اليوتيوب اللي كان يدير في فيديوهات كيف تشترك في MBC3 في سفاري. بالكم هذا إنسان عايش في خيال ودار في راسه أنه خبير معلوماتية وسايبر ديدوس الديدوس. انت دير الديدوس وطلع يعني يكذب على الشعب المغربي، قول باللي اسماعيل مان راهو يدير الديدوس. قال لهم راه يقول باللي راح يقطع الضوء على المغرب. انا والله ما قلت اخوتي، انا كش ما قلت على الكهرباء في المغرب ما قلت والو، انا قلت اتصالات صح. اصلا يا لالا لامينه، انتم في المغرب ما عندكمش انظمه سكادا. واش عندكم انتم في المغرب؟ ما عندكم لا اوتو كيو في القنوات تاعكم، ما عندكم دياستري، ما عندكم والو. يعني ما زلتوا تعيشوا في العصر الحجري، ولا عندكم انظمه متطوره. يعني حتى الشركات الكبرى والمواقع الحكوميه تاع المغرب مازال تستضيف في اوفياج نتاع فرنسا. يعني اغلب السيرفرات تاعكم راهم متابعين في فرنسا، يعني ماشي في المغرب. من بعد مشى جاوبو امين راغب. منين جاوب امين راغب مشى قال ما الجواب ديالك ما دويتي فيه على تقنية الهاك، ما دويتي. المهم نخليكم مع الفيديو. دابا عند راسك رديتي مالك ما رديتيش علاش داكشي اللي قلت ما قديتيش. واش شتي انا راه زوين، انا راه ظريف. اسمع اخويا، تتامنش انت بالجن راه ما تتامنش بالقران. الا ما كتامنش بالشيطان هذا راه ما تتامنش بالقران. هذا واحد. جوج، داكشي اللي قلت ما قلتلكش انا لقيت جن في التليفون. ما عمرني قلت هاد الهضره هادي، هاد الهضره ما عمرني قلتها. نهار كنت كندوز هذاك التليفون ها اللي قلتها اخي نهار قلت هذيك الهضره اش قلت ملي كنت ندوز داك التليفون 3 ايام وانا كيجيوني تنتخنق. وهذا الشيء ما عمره وقع ليا مع داك التليفون. واللي قلتها الاخوان هو انه الاخوان الجزائريين، واللي قلت سيروا شوفوا الفيديو، واللي قلت ان هذاك التليفون تعكس. حنا موالفين كندوزو التليفونات وهذاك التليفون تعكس، ما بغاش تجبد منه شي حاجه اللي هي اوت اوف لوجيك. دابا جيت نقول الراي ديالي في البلان هذا ديال اسماعيل مان بغا يهكي الانترنت اتصال المغرب. الحمد لله انا بعد عندي اورانج. anyway فراسك واللعيبه دابا انت كتسمي راسك هاكر، ياك كتسمي راسك هاكر. علاش ما تهاكي شي قناه جزائري؟ شكون قلت انا؟ دابا انت هاكر عندهم في الجزائر سميتك اسماعيل مان، بلاصة هاكي الانترنت ديال المغرب سير هاكي قنوات اسرائيليه
وتعلم من تعلم واحد من هاكر قديم في المغرب اللي هو هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الأنونيموس المغرب. وبعد، سنتحدث اليوم عن أعداء المغاربة والأشخاص الذين يسبون الشعب المغربي. وهذه الرسالة موجهة إلى كل العرب يسبون المغرب، وخصوصا الجزائر وتونس ومصر وليبيا وقطر والكويت والإمارات إلى آخره. فمن أنتم وما هو تاريخكم لكي تسبون المغرب؟ هل تعلمون أن المغرب هو ثاني دولة في الهاكرز في العالم؟ سير تعلم منه كيفاش تهاكي، حيت انت باقي جديد في الدومين ديال الهاك. مش هاكا قنوات إسرائيلية، ولكن انت بغيت هاكي الانترنت ديال المغرب. فيما درتي بلان المغرب نهاكي ليا البلان ديالها، بقى حاضرين المغرب. ودابا وصلنا الفيديو، ديروا معكم ديك لايك اللي جا جديد، يتابعنا في لاشين، يدخل ديك الجرس باش يوصلكوا جديد. دوزو للانستغرام راه كنكون تما فيديو جاي. نتلاقاو.